يا مساء الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الطبق الجميل القمر ده؟ عملناه في البيت، حرفيا يستاهل ان احنا نجربه. طبعا عرفتوا طبق ايه ده؟ كفتة الفراخ. هنعمله في البيت وهيكون ريحته وطعمه مقولكوش على الجمال. هنحتاج بصلتين كبار كده، هنقطعهم حلو علشان طبعا يتفرموا ناعم في الكبة بتاعتنا او الخلاط زي ما تفضلوا. قرنين فلفل كده معتبرين نقطعهم برضو علشان نفرمهم مع البصل. هناخد العصارة بتاعتهم ومش هنرميها. كده حزمة معتبرة كده من الكزبرة الخضراء. هنفرمها ناعم جدا جدا علشان طبعا انا مش هحطها في الكبة. لو انتي مش بتعرفي تفرمي ناعم كده، ممكن ان انتي تفرميها بس مع اللحمة والمكونات في النهاية، مش مع البصل والفلفل، علشان طبعا ما تبقاش عصير. احنا عايزين ان هي تكون مفرومة ناعم. هنفرم بقى الحاجات الجميلة القمر دي والسهلة والبسيطة، فرمة ناعمة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده هنكون غاسلين ومنضفين كويس قوي الفراخ بتاعتنا. يفضل في كفتة الفراخ ان احنا نستخدم اوراق الفراخ. ليه؟ لانها بتكون طرية جدا ومحافظة على العصارة بعد ما الفراخ تستوي. لكن لو احنا ما عندناش اوراق، ممكن ان احنا نستخدم صدور الدجاج او صدور الفرخة. بس هنضيف معاها قطعة معتبرة كده من اللية، هتديها طعم حلو جدا جدا، وكمان هتخليها طرية. هنفرمها حلو جدا ناعم في الكبة، وهنحط معاها صدور الدجاج أو الأوراق زي طبعا ما تفضلوا. حتى كمان لو احنا استخدمنا أوراق، ممكن نضيف بس قطعة صغيرة من اللية، لأنها طبعا بتكون طرية ومحافظة على العصارة. وبكده خلصنا تجهيز المكونات بتاعتنا اللي احنا هنجهز فيها الكفتة القمر دي. دلوقتي هفضي الفراخ بالدهن اللي انا فرمته في طبق يكون واسع شوية، علشان هنضيف لسه باقي المكونات. هنا معانا الفلفل الأحمر مع البصل اللي احنا قطعناه ونزلنا العصارة بتاعته، يعني صفيناه خالص من المية اللي فيه. نزلنا كمان بشوية من الكزبرة اللي احنا قطعناها. كمان علشان الكفتة ما تكونش طرية معانا وبتلزق، لازم نضيف يا إما دقيق يا إما بقسماط. بس أنا بفضل البقسماط، بيكون طعمه أحسن من الدقيق. هنحط كمان شوية من التوابل، معلقة صغيرة مليانة من الملح، آه، معلقة من البابريكا، رشة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وكمان هنحط معلقة صغيرة من الثوم البودر. وكمان اختياري ممكن نحط نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، هي بتديها طعم كويس، بس كمان ممكن ان احنا نستغنى عنها. هنقلب المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض. احنا هنعجنها، مش يا دوب بس نقلبها بس، لا هنعجنها. وعلى فكرة ايدي انا غسلها كويس جدا جدا بالخل والليمون، يعني نظيفة. دلوقتي بقى انا هسيبها ترتاح، لان انا عجنتها كويس جدا، فهتكون سخنة، فاول ما هحطها على السيخ بتاعي هتقع. مش هعرف ان انا احطها على السيخ خالص. هحطها في التلاجة مقدار نص ساعة يا دوب، بس ان هي تتشمع شوية. دلوقتي انا خرجتها من التلاجة. بس قبل ما بخرجها من التلاجة بكون شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، يعني 200 210. وهبدأ ان انا اصبع الكفتة بتاعتي. هصبعها على الاسياخ. شفتوا زي ما انتوا شفتوا ان انا استخدمت العصارة اللي خرجت من البصل والفلفل، ان انا ببل ايدي بيه علشان اقدر ان انا اصبع بيها الكفتة. وبعدين بالفرشة مشيت عليها شوية، والفرن كان سخن. حطيت شوية اللي أنا صبعتهم على الأسياخ في الفرن، وحبيت إن أنا أحمر شوية في الطاسة بتاعتي على البوتاجاز. يعني حبيت إن أنا أعمل تنوع من الاتنين. فبصراحة اللي في الفرن كانت محتفظة بالعصارة أكتر من، وكمان مش شاربة زيت، فكانت أفضل بالنسبة لي. شايفين اللون بتاعها كان تحفة جدا جدا. وطبعا كل شوية إن ببل الفرشة وبمشيها على الكفتة، إن كانت اللي في الفرن أو اللي في الطاسة بتاعتي. دلوقتي بقى بعد ما خرجتها طبعا اللي في الطاسة، بهدي النار عليها خالص عشان ما تاخدش وش متحمر من بره، وبتكون من جوه نية. فلازم ان انا اهدي النار، وبعدين هتستوي على نار هادية على في الطاسة. شايفين دلوقتي انا حضرت
شوية سلطة طحينة علشان الطبق القمر ده يكمل. ممكن بقى بعيش أو برز نقدر إن احنا ناكل الكفتة دي، وزينتها بشوية كزبرة من اللي احنا كنا فرمناهم في الأول، وكمان عملت شوية بصل بالسماق، وبألف هنا وشفا. شكرا.